ايوه. ايه؟ مروان ازيك يا مروان؟ عامل ايه؟ ممكن بس يبالي مني دي. ايه ده يا مروان وليه تعبت نفسك كده؟ ليه يا مروان؟ ما انت عارف ان انت يوميتك يا دوب تجيب العلبه ديت. ما انت ما تعرفيش اللي حصل، الاسطالون زود لي اليوميه. بقول لك ايه يا مروان، خد رجعها، انت اولى بالفلوس بتاعتك. ارجعها ايه؟ انت كده هتخسر بخاطري؟ لا يا مروان بس العلبه دي غاليه قوي. لا والله ولا غاليه ولا حاجه، وتعوزي اي حاجه كلميني. طب تعالى تعالى يا مروان. لا اروح انا بلشه. يا مروان تعبت نفسك يا مروان. لا تعبك راحه. هو مين اللي هنا؟ مروان استنى يا حبيبي، رايح فين؟ معقول اخوكي جايلك على الباب وما تدخلوهوش تضيفيه؟ معلش بس عشان ورايا شغل، معلش. شغل ايه يا حبيبي؟ قعدت اختك بالدنيا. تعالى تعالى اشرب لك كوبايه شاي. ماشي. ده انت معلم بقى من الحلويات اللي انت لسه جايبها، تسلم ايدك. الله يخليك. اتفضل يا مروان. بقول لك يا مروان، ايه؟ انت عارف حاجه؟ تعالى يا مروان. ماشي يا اختي. اتفضل يا مروان. ماشي تعالي اقعدي تعالي. بقول لك ايه يا مروان، ايه؟ انت عارف حماتي بخيله وعزومتها ديت مش مستريحه منها. لو قالت لك هجيب لك تاكل او اي حاجه قول لها لا شكرا. حاضر. ندوشه تعالي اتفضلي يا حماتي. ما تعملي لاخوكي كده لقمه. لا انا واكل في الشغل قبل ما اجي. يوه، هو اكل الشغل ده اكل؟ لا والله واكل. خد بالك بقى ان اختك بتعمل اكل ما شاء الله يجنن. يجنن؟ طبعا. مش هتقولي لي على اكل شو اختي؟ طبعا. ندى ايه يا حبيبتي؟ اعملي لاخوك حاجه يشربها كده حتى. ما هو لسه قايل لك واكل. ما هو واكل، بقول يشربها. طب مرة تانية في حاجه مرة تانية والله مرة تانية. لا اقعد بس، عايزه بس ورايا اتكلم شغل. معاك يا ولا اقعد. يلا يا ندى. واكل والله ما هتخش. هجيب لك اي حاجه تشربها. مش عايز. هاتيله ميه. ولا اشرب. ما اصل انا كلمتي هنا بتتسمع. خلاص يا محدش مروان قال هجيب لك؟ لك ميه ساقعه علشان الطريق والحاجه. يا ستي ماشي. بس انا عشان ورايا شغل. وماله يا حبيبي، هو الشغل بيخلص؟ ماشي. قال ايه الشنطه دي بقى؟ ده انا شغال ميكانيكي. وريني كده، وريني شنطه العده اللي انت بتشتغل بيها، هشوفك شاطر ولا ايه. ماشي. صدق فيها كل ما يلزم. ايه؟ حلوه. هو التليفون ده بيرن ولا ايه؟ لا مفيش تليفون. مفيش تليفون حاجة، مفيش حاجة هنا. ايه ده؟ فكرت تليفوني بيرن. يلا مش مشكله. انت عجبتك؟ جميله وحاجات كلها حديثه. الله يخليك. قال قول لي بقى، انت ما بتجيش على طول ليه كده وكنت عايز تمشي بسرعه ليه؟ خايف من حاجه؟ لا والله اخاف من ايه؟ انا محتبرك زي والدتي. حبيبي بس ابني، انا ابني شاطر وجدع مش حرامي. مش حرامي؟ هتوصلي ايه بالكلام ده؟ لا ما اقصدش حاجه، انت بتقولي يعني زي والدتي، فانا بقول لك ابني مش حرامي عادي يعني. منور يا مروان. ده نورك، انت غلبت نفسك ليه بس؟ ولا غلبه ولا حاجه. اسيبك هنا بقى مع اختك شويه وادخل اصلي العصر. ماشي. هدعي لك. ماشي. بقول لك ايه يا اختي، انا عايز اقول لك على حاجه. قولي يا مروان. انا حاسس ان الوليه دي وراها حاجه، ما عاملاني حلو. هي شكلها غريب قوي، ده اول مره تعاملك كده، دي كل مره بتعاملك بطريقه وحشه جدا. انا مش مستريحه اصلا للموضوع والله يا مروان، عشان كده ما كنتش عايزاك تقعد معاها كتير. بس هي قالت لي وريني العده، وانا فتحت لها العده وشافت العده وقالت لي بسم الله ما شاء الله ليه يا مروان بس وريتها حاجتك؟ الست دي عينيها وحشه، ربنا يسترها بقى عليك يا مروان، ما تقعدش معاها كتير يا مروان. حاضر. عايزه حاجه؟ سلامتك يا مروان. عايزه حاجه يا خالة ام احمد؟ ايوه طبعا يا حبيبي، كويس ان لحقتك. بقول لك ايه، معلش انا اتصلت بالصيدلي عشان يجيب لي العلاج دليفري لغايه هنا، لقيته مشغول وانا محتاجه المسكن ضروري. ممكن توصل لغايه الصيدليه بس تجيبهولي؟ ده عينيا. سيبيه انا هجيبهولك يا حماتي. لا تجيبهولي ايه يا حبيبتي، ربنا يخليكي، ده هو شاب صغير رايح جاي. خد يا حبيبي الفلوس. انت هتروح بدي تعمل ايه؟ شايلها كده رايح جاي، خليها هنا، ده مهما كان بيت اختك برضه. ماشي. عايزه حاجه؟ توصل بسلامه، ما ماشي. تتاخرش. اخوك جدع يا ندى وطيب، لسه صغنن. شكرا، بس حضرتك اول مره يعني. اول مره ايه؟
اول مره تعاملي اخويا الصغير كده. لا عادي يا حبيبتي، دي بتيجي هفه كده، يعني اقصد يعني تبقى كده حاجات تفاريح. يا عيل ومش هكسفه، معلش عادي، ما تقومي تعملي لي حاجه اشربها. من عينيا. تسلم لي عيونك يا اختي، عسل يا اختي. تتفرجيش على مسرحيه العيال كبروا كتير. تعالي. ايوه، فتحي ازاي دي؟ ايوه حلوين دول. نجيب التليفون لا يتكسر. قال انا حاطه تليفون يخرب بيتك. اتقفلي يا اختي. ايوه كده. قالوا عامل لي مهندس وشايل لي شنطه. يلا يا ندى، ما تجيبي يا بنت حاجه اشربها. الله كل ده جايه اهو. اتفضلي يا حماتي، عملتلك ينسون. فضلك الله يا حبيبه قلبي. اليانسون ده بقى تعرفي ان هو من احلى الحاجات اللي بتهدي الاعصاب. يعني كل ما تحاولي تشوفي وشي اعملي لي ينسون عشان اهدى قبل ما اشوف، قصدي وانا قاعده معاكي. حبيبه قلبي يا ندى. لا قولي لي يا حماتي، هو علاج ايه اللي انت اديتيه لمروان ينزل يجيبهولك؟ علاج الاعصاب. مش ده عندك في الدرج جوه؟ انا بحب اجيب زياده، ما اصل انت عارفه اعصابي بتتعب على طول ودايما فلتة مني، فانا بجيب العلاج عشان احتياطي، لان انت عارفه ان هو بيخلص بسرعه. غريبه دي، هي مالها مش طبيعيه كده ليه؟ دايما كانت بتعاملني وحش وبتعامل اخويا بطريقه زي الخرا. بيخزيك. اول مره تعاملنا بالطريقه دي. بتقولي حاجه يا ندى؟ لا يا حبيبتي، بقول ربنا يخليكي لينا ويهديكي دايما كده. ايه ده؟ ايه يا امي عامله ايه؟ ايه يا حبيبي، كويس ان انت جيت يا احمد. في ايه يا امي؟ هو انا يا ولد مش كنت قايله لك امبارح على فلوس سلف؟ ما عبرتنيش ليه؟ يا امي ما انا قلت لك ما معيش، واصبر عليا يومين ثلاثه وهديهم لك. لا يا اخويا، خلي اليومين ثلاثه بتوعك ليك. انا داخله اجيب غوشه من بتوعتي تنزل على السايخ حالا تبيعها وتجيب لي الفلوس ضروري. يا امي غوشه ايه بس؟ اهدي، يومين ثلاثه واللي انت عايزاه هديهولك. لازمته يبيع الغوشه ومش الغوشه يعني. الموضوع مش هيستنى يومين ثلاثه، ده لازم يتخلص النهارده. اوعى وسع من سكتي، انت تحاكمني. طب ايه الموضوع؟ طيب بالراحه، طيب ايه الموضوع؟ يمكن ليه حل تاني غير بيع الغويش. انا لسه بقول لك انت هتحاكمني؟ انا حره في فلوسي يا احمد. هو ايه ده؟ انتوا تحكموا فيا انتوا الاثنين ولا ايه؟ لا اهدي يا امي عشان صحتك. اللي انت عايزاه، لو عايزه تبيع الذهب بتاعك كله نبيعهولك، بس كده. المحلات فاتحه بره كتير. امك فيها حاجه غريبه يا احمد، انا مش مستريح. مش عارف. طب انت ما سمعتهاش بتكلم حد في التليفون؟ طيب حد اللي عندها حاجه بتشتري حاجه؟ ولا اعرف اي حاجه، هي بتعرفني حاجه عنها. يا احمد ايه يا امي؟ الحقني يا احمد. ايه؟ الدهب مانيش لاقياه. دهب ايه لا بس؟ والنبي الله يرضى عنك، الموضوع مش ناس عفرطه. بالراحه كده وشوفيه كويس. انت كل شويه بتنقليه من هنا لهنا من هنا لهنا. لا يا حبيبي، اخر مره حطها تحت المخده، انا مانيش لاقيه له اثر. طب هيكون راح محدش فين؟ بيدخل جوه يا امي عند اوضتك. ما حدش بيدخل جوه. لا يا حبيبتي، حكر لوحدها ولا مقفوله بالقفل؟ لا. ده مفتوح ليل ونهار. يا ام ماشي، بس اهدي بس. مين اللي بيخش غريب علينا عشان خاطر الحاجه تروح من البيت يعني؟ ما اعرفش. طب اهدي ما اعرفش مين اللي بيخش. ايوه ولا استنى. في ايه؟ افتكرت مكانه صح؟ لا ما افتكرتش مكانه. امال ايه؟ افتكرت مين اللي دخل هنا يا حبيبي. مين اللي دخل؟ تقصدي ايه يا امي؟ اخو مراتك مروان هو اللي جه هنا يا حبيبي. اخو مراتك ايه يا حاجه زبوي بس؟ اخو مراتك مروان اخويا ما دخلش اصلا جوه. ماليش فيه يا حبيبتي، انت اللي كنت جوه وانا دخلت عشان اصلي وطلعت ما لقيتش حاجه. انا ماليش دعوه دلوقتي. بقول لك مروان ما دخلش جوه والله يا احمد. يا ندى هو ما دخلش جوه، انت اللي دخلت سلكت الحاجه وديتها على اخوكي. يا وانا عامل كده ليه بس؟ يا جماعه ده هتفرجوا علينا الناس. احنا بالراحه كده. هو مروان الصغير ده هيعرف يبص للذهب والا هيخليه ياخد حاجه زي كده اصلا يا امي؟ صغير ده، انت اللي صغير يعني امك. انت ما انتش فاهم حاجه. طب دول ناس بيئه. هو فين مروان ولا زفت ده يا ندى؟ مروان نزل راح يجيب لها حاجه من الصيدليه. دلوقتي مروان ما دخلش جوه، ده هو 5 دقايق عقبال ما جبت له الحاجه وطلعت.
اما يجي مروان هي دي شنطته؟ يا اخويا هي دي شنطته. ما تحركش من مكانه والله، وانتي كنت قاعده معاه دلوقتي وانا كنت قاعده معاه قبل. معلش احنا عشان خاطري هنراضيها، ويا امي عشان تبقي راضيه ومقتنعه ان مروان ما يعملش كده هنقلب الشنطه. لا هنقلب الدهب، نشوف هدومه. لا، لما يجي مروان حاجته تتفتح قدامه عشان ما يقولش ان احنا نقصنا حاجه من عدته الغاليه. حاضر حاضر، ادينا مستنيين. انا مروان دلوقتي هياخد حاجه من والدتك ليه وهيدخل جوه ازاي؟ انا ما شفتوش. خلي كل حاجه على عينك يا تاجر. مروان يجي ونقلب الدنيا ونشوف. ايوه ايه يا استاذ احمد؟ مروان عامل ايه؟ الحمد لله. خش يا مروان خش. طيب يا ام احمد العلاج اهو. تسلم ايدك يا حبيبي. بقول لك يا مروان، ايه؟ كان في دهب جوه في الاوضه بتاع امي، انت خدته؟ ما دخلش جوه اصلا يا استاذ احمد. ايوه يا حبيبي، هو فعلا ما اتنقلش من مكانه، شهاده حق. وبعدين يا احمد انا اخويا مش حرامي. طب ثواني بقى يا جماعه، بعد اذنك كده يا مروان، عشان ايه نشوف الحقيقه فين. امسك كده. في حاجه؟ هنعرف كل حاجه دلوقتي يا عم مروان. اوبا، ظهر الحق وزهق الباطل. ايه ده يا مروان؟ حاجتي. ايه ده يا ندى؟ انا اخويا عمره ما يحط حاجه في شنطته مش بتاعته اصلا. طب ما هو يعني الحمد لله لا حد اتحرك ولا رحنا شمال ولا يمين. اقسم بالله ما اعرف اللي جابهم هنا. مروان قول لي انت جبت دول منين؟ اقسم بالله ما اعرف اللي جابهم هنا. هو ممكن تكون انت ما تعرفش، لكن ناس تانية تعرف. انت ايه اللي بتقوليه ده؟ ندى طلع اخويا حرامي. وطي صوتك. الدهب مطلعينه من شنطة اخوكي، يعني لا حد حكى لنا ولا سمعنا من حد، ده شايفين بعيننا كل حاجة. مالك؟ ايه هتنكري كمان في دي ولا هتبجحي في الغلط؟ اولا يا احمد انت عارف احنا ايه كويس قوي، عارف ان اخويا بياكل بعرق جبينه وبيشقى وبيشتغل علشان يصرف على نفسه وعلى بيته، انما احنا ما بنمدش ايدينا على حاجه حد. واضح وانا قاعده معاك 24 ساعه، ايه اللي هيخليني اخد الحاجه واحطها في شنطه انا اخويا؟ مش ده شغال بتلمحني سنين مع الاستاذ نور، ما عمره ما شك فيا في حاجه زي كده. ما هو كل ده بقى اللي باين قدام الناس، ان الناس مخدوعة فيكم، لكن الحقيقة ايوه حاجة تاني خالص. الحقيقة ان انتوا عالم ايديكم طويلة، بتمدوا ايديكم على حاجة غيركم. ايه اللي انت بتقوله ده؟ يا خسارة يا ندى، يا خسارة بجد. خدعت فيك خدعة ما بعدها انت خدعة. بتقول ده يا استاذ احمد. بلا استاذ بلا زفت يد على دماغك. طب ماشي امسك. يلا يا اختي. يلا خد اختك معاك. استنى يا مروان هغير هدومي واجي معاك. يلا اطلع بره استناها انت بره. شكرا يا عم العفو. يلا اطلع بره استناها بره. حلوة الفضيحة دي؟ يلا. حلوة كده؟ أنا كنت منعهم يخشوا البيت، بس سبحان الله اليوم الوحيد اللي دخلت فيه عمل كده، سرق السرقة. يا امي اهدي يا امي. اهدى ازاي؟ ما اعرفش، انا لحد دلوقتي مش مصدق. اديك صدقت والحمد لله ان انت جيت. انا كنت اعرف انك جاي، انا اتصلت بيك، انا ما اعرفش ان انت جاي. كل حاجه جت والصدفه سبحان الله. يا امي بس الواد شغال ودخل بيوت ناس كتير وكله بيحكي ويتحكى بصراحه ان صورته كويسه، ولا حد عمره قال عليه كلمه وحشه. ده حتى يعني لا بتاع مشاكل ولا بيشرب حاجه عشان يقول ان هو هياخد الزفت ده بيبيعه عشان يصرف ويجيب الزفت اللي بيشرب. ما كان مفيش. الواد كويس جدا ومحترم. انا هتجنن. لا 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 في حاجه غلط. انا بس إيه اللي عمري ما يخليك- قلت عليك ان انت مخك تخين. الشيطان شاطر يا ام ويخلي بس أي حد النهارده يعمل هقول حاجة. ابلع لسانك شويه وخلينا اتكلم. اتكلمي يا ام وبالراحه. بس هو انت يا ام بتعلي صوتك، عايزه اللي يعرف ما يعني اللي ما عرفش يعرف؟ لا. طب امال ايه؟ هتفضحينا. طيب بص يا حبيبي، هو ممكن ما يكونش هو اللي خد الدهب، اصل هو فعلا ما دخلش جوه، حق ربنا يتقال، وانا عمري ما هكدب في كده. يبقى مين تقصدي؟ ندى؟ مين يا حبيبي اللي ممكن ياخد الحاجه ويحطها في شنطه اخوه بكل امان من غير ما حد يحس بيه؟ والله اذا كان ده او دي اهم الاتنين اخوات. انا ماشيه يا احمد رايحه عند بيت اهلي، وعلى فكره عشان تبقى فاهم انت وست والدتك احنا ما بنمدش ايدينا على حاجه. لا واضح. يلا مع السلامة. استنى يا دي انت بطل دوشة. يلا يا هانم. يلا مع السلامة. خد اختك واتكل يد على الله من هنا. شكرا يا احمد، بس مسيرك تعرف الحقيقه. يا خسارة يا ندى، ما كنتش اعرف انكم كده. ندى يا اختي اقسم بالله ما خدت حاجه. انا عارفه يا مروان ان انت عمرك ما تمد ايدك على ما اعرفش الدهب ده جه هنا ازاي. بكره الحقيقه ماشي هتبان. يلا وربنا يبين لهم الحقيقه. هاتي عنك يلا يا مروان خد عن اختك.
يا أم. ايوه يا حبيبي. بس أنا حاسس إن ندى مظلومة، عمرها ما تعمل حاجة زي كده. يا حبيبي انا ما قلتش حاجه، بس يا ابني زي ما انت شايف الولا ما اتنقلش من مكانه، خلينا نحسبها بالعقل. وانا يا حبيبي قمت وسبتهم هنا لوحدهم وبأسألها عشان اصلي، ورجعت تاني وقمت وسبتهم. طب قول لي بقى مين اللي خد الحاجة؟ الواد ما اتحركش، يبقى مين اللي خد الذهب وحطها في شنطة اخوه؟ أنا مش عارف، أنا حاسس إن في حاجة غلط. يا حبيبي ولا غلط ولا صح، ما كل حاجة ظهرت قدام عينك وانت اللي مطلعها بايدك. سيبك يا حبيبي منها، انا هجوزك ستها ولا تشغل بالك، وامينة ومحترمة. قال لك إيه يا أم والنبي؟ المهم سيبيني في حالي دلوقتي. لا حول ولا قوة الا بالله. احمد انا داخلة اريح شغل. خد دهبك معاك عشان ما تجيش بعد كده تقول الدهب ومش الدهب. هو انت يا حبيبي هتاخده؟ ده كل الدنيا فداك. اتفضل اتفضل. ماشي انا داخله انام عشان ظهري واجعني يا ابني. والله يا أم أنا مش عارف أنت مالك كده، كلامك كله ألغاز ومش راكب على بعضه، تتكلمي بطريقة غريبة زي اللي هو مش فاهم. انا كده ارتحت يا أم. ايوه يا حبيبي. أنت إيه مش كنت ناوية تديني غويشة بحة؟ هات أنا أروح أبحها لك. لا خلاص صرفت نظر بقى بصراحة. لما حسيت ان هم هيروحوا مني زعلت قوي، وحسيت ان انا مش هقدر استغنى عنهم. خلاص مش كنت عايزة فلوس ضروري؟ لا خلاص بقى هصرف نفسي من حتة تانية مش مشكلة، ومش هبيعهم اصلهم غاليين عليا قوي من ايام ابوك. ماشي يا أم ماشي. يلا اطلع بقى عشان خالتك بترن اهي، هرد عليه. ماشي يا أم، بس سلمي لي على خالتي. ماشي ومالك. ايوه يا بنت عملت كل اللي اتفقنا عليه. هي فاضل تكه واحده بس ويطلقها. بس انت عارفه وانا بحط الغوايش انا كنت خايفه قوي قوي لحسن تيجي من المطبخ وتشوفني، بس الحمد لله ما شافتنيش ولبستها في اخوها. وسبحان الله زي ما يكون كان بيبعت اخوها في الوقت ده عشان خاطر الخطه تكمل. امال ايه، هي اختك تفوتها فوته؟ ما تقلقيش، ده انا بلقطها كده وانا طايره. ما تقلقيش هجوزها له، يعني هجوزها له. انما دي اللي قاعده لي في البيت زي يونس شلبي المنهار، لا ما تنفعنيش يا حبيبتي. استنى ما اشوف الباب. في حد هنا؟ لا مفيش، ده هتلاقي الهوا. يا نهار اسود على اللي سمعته. بقى انت يا ام تعملي كده؟ وكل ده عشان تطفشي ندى واتجوز بنت اختك؟ طب ليه؟ تقومي تسرقيهم؟ بص بقى، انا قاعدك هنا تي مع عزيزه مكرمه. ماشي اقعدي اتفضلي. ما تزعليش، هم عالم كلاب. والله عندك حق يا مروان. حتى احمد جوزي اللي المفروض عارفني يشك كده فيا على طول ويشك فيك، وعارف ان احنا ما نمدش ايدينا على حاجه. ما تقلقيش، انا عزيزك مع عزيزه مكرم هنا دي وما هشغلكيش ولا اطلع شغل. لا يا مروان، انا هصرف عليكي. لا يا مروان انا مش عايزه اتقل عليك، انت يا دوب فلوسك مكفياك بالعافيه. لا الحمد لله، ما تضايقيش من اي حاجه. والله ربنا يخليك لي يا مروان، بس ربنا يعرف معاك. تشتغلي؟ انزل اشتغل. لا والله ابدا، تشتغلي ايه؟ ما انا راجل، ما انت معاك راجل قد الدنيا. ربنا يخليك لي يا اخويا يا رب، ما تحرمش منك. وانا هحاول اخلي الاستاذ نوري ويزود لي اليوميه شويه وعادي. مروان لو هعمل لك مشكله خليني انزل اشتغل. شفتي مشكله ايه؟ ده انا اشيلك على دماغ. تسلم لي يا اخويا. ماشي، هروح انا بقى للاستاذ نور عشان اقول له اخد بس شهر كده زياده واصرف منه. ماشي يا مروان، ربنا يوفقك يا اخويا يا رب. وعوزت اي حاجه كلميه، ما تتكسفيش مني. تسلم يا اخويا والله. ماشي، اروح انا كده على طول واجي.
بقى كده يا احمد تسيبني كده امشي، واخويا الصغير ده اللي يا دوب بيكفي نفسه بالعافيه ويوميته على قده كده، وانتي حماتي كده تعملي فينا كده؟ انتي عارفه قد ايه ان اخويا ما بيمدش ايده على حاجه مش بتاعته، ولا انا تسرقينا عيني عينك. والله عجبت لك يا زمن، ربنا يسترها عليك يا مروان يا اخويا يا رب، ويفرجها عليك. والله ولد ب100 راجل. الله يرحمك يا ابويا، عرفت تربي. يا مروان، ده اللي جابك هنا تاني؟ مروان انزل بس كده واسمعني. ندى فوق؟ ندى ايوه فوق، عايز منها ايه؟ طب على فكره انا عرفت ان انتم مظلومين وجاي عشان اصلح الكسر يا مروان، وتعالى نطلع لو لها. حتى عرفت انا عامل لك ايه؟ انت غلطت فيا وغلطت في اختي. ما انا غصب عني يا مروان، اسمعني، انا الحاجه طلعتها من شنطتك وانا ساعتها قلت اكيد في سوء تفاهم، بس كنت هعمل ايه؟ تعالى بس معايا يا مروان، معلش عشان خاطر انا، ويا سيدي حقك عليا. يلا. طب يلا يا استاذ احمد. طب اقعد هنا بقى يا استاذ احمد، انت الاخت واكي. يا ندى تعالي كلمي. ايه ده؟ ايه اللي جابك يا احمد تاني؟ تعالي جاي يا ندى، تسرقنا في حاجه تانيه؟ عايز يجي يصالحك. اقعد يا مروان. اقعد يا ولد. ندى، انا بقول لك ما تزعليش حقك عليا، انا عرفت الحقيقه وعرفت ان انتم مظلومين. وعلى فكره انا من الاول كنت شاكك ان في حاجه غلط، بس غصب عني. السبب الوحيد الضغط عليا، وتاني سبب ان طلعنا الحاجه من الشنطه. بعد ايه يا احمد؟ طلعتنا حراميه انا واخويا، طردتنا في قلب بيتك، وانت عارف ان احنا ملناش حد، واخويا الصغير دوت هيسرق من امك دهب ليه؟ خلاص يا ندى. ده انت غلطك على بطنك يا استاذ احمد. يا مروان ما تكبرش الموضوع، انا عارف ان انا غلطت وجاي اصلح غلطي، وانا سمعت على فكره امي وهي بتكلم خالتي وبتقول لها ان هي حطت الدهب في شنطه مروان. طب امك بتعمل كده معايا ليه يا احمد؟ ده انا شايلها من على الارض شيء. عشان تخليني اطلقك يا ندى، عشان هي ما بتحبكيش. بس طب والحل؟ بص يا احمد، بص يا مروان، انا مش هرجع الا بشروطي يا احمد، معلش. ايه شروطك يا ندى؟ اللي انت عايزاه يا ست انا هعمله لك. اولا ترد لنا كرامتنا، انا واخويا يترد لنا كرامتنا وحقنا يرجع لنا يا احمد. يا ست حقكم عليا وانتم محقوقين لي. حاجه تاني، حقك عليا يا عم مروان، حقك عليا يا ندى. تاني حاجه يا احمد، انا مش هرجع ومامتك في البيت. بقول لك يا استاذ احمد، اختي ما ينفعش تعيش مع امك تاني. ليه يا هي مروان؟ خلاها سرقتنا انا وهي في الذهب. يا مروان اهدى يا مروان، احنا عايزين نلاقي حل يرضي الجميع. ما هو يا جماعه عايزكم تفهموا. وربنا يستر لما هي تروح هتمسك فيها وهتسرقها حاجه تانيه. طب اما عايزه تعيشي فين يا ندى؟ اما انت مش هترجعي على البيت. بص يا احمد، انت عارف قد ايه مامتك كانت بتستخسر فيا اللقمه، حتى الاكل والشرب انا كنت بطلب منك الحاجه يا احمد وهي ترجع تكلمك وتقول لك ما تجيبش حاجه. احمد انا ولا عارفه اكل في بيتي، ولا عارفه اشرب، ولا عارفه اتحرك، وانا بفكر ان احنا حتى لو هنأجر شقه، حتى لو هنأجر اوضه يا ندى اسمعيني بس. حتى لو اوضه فوق السطوح يا حبيبتي راضيه بيها. طب اسمعيني، الحوار مش حوار اوضه ولا ايجار ولا شقه ولا فيلا، الحوار دلوقتي ان هي امي ملهاش حد، يعني هسيبها لوحدها. ما انت عارفه ان هي برضه كبيره في السن وبيجي عليها اوقات بتتعب، يعني انت عارفه ان لازم نبقى جنبها. يا احمد انا مش هبقى مستريحه مع مامتك بعد اللي عملته دوت يا احمد. انت عارف مش هعرف هبقى قاعده قلقانه كل شويه يحصل مشكله. على رايك، وهنفضل في الهم والوش ده كتير، والواحد عايز يركز في حياته ويشوف شغله ودنيته. وانا والله عينيا ليها، كل اسبوع اروح لها واشوف ايه اللي طلباتها وايه اللي محتاجاه وهعمله لها كله، بس ان انا افضل قاعده انا وهي في بيت واحد انا مش هرجع. طب تعالي معانا، معلش تعالي معايا، هنراعي البيت، واكيد كده كده هنلاقي حل. وحتى لو هو الحل ان احنا نأجر بره هنأجر بره، بس تعالي معايا دلوقتي نروح على البيت. مروان لو كده روح انت شغلك عشان ما تتأخرش. ماشي. عايزين حاجه؟ عايزه حاجه يا ندى؟ سلامتك يا مروان، خلي يلا. بالك على نفسك وطمني عليك. حاضر. تعالي يا ندى ادخلي. تعالي يا امي. ايه يا احمد؟ ايه مفيش حمد لله على سلامة الندى ولا ايه؟ لا هو كان ايه اللي جرى عشان خاطر حمد لله على السلامه؟ ايه اللي حصل يعني وخلاك رجعتها؟ يعني الاهانة واللي عملناها فيها هي واخوها. هو ده كان من غير سبب؟ كان عملوا ايه بقى؟ السرقه اللي سرقوها. كفايه بقى يا امي،
هو انت بتكدبي الكدبه وتصدقي نفسك؟ انت بتقول ايه يا ولد؟ زي ما سمعتي. انا عايز اعرف انت شفت منها ايه وحش؟ اللي انت بتقول عليهم الذهب اللي هم خدوه، يعني مش انت اللي حطاها في الشنطه بتاع اخوها؟ انا سمعت مكالمتك لخالتي ان انت خلاص حطيت الذهب وان انا مشيتها وفاضل تكه واطلقها، قالوا عشان خاطر ايه؟ اتجوز بنتها. انت فاهمه الدنيا غلط وفاهمه الجواز غلط. هو ايه؟ وبعدين حضرتك عارفه بتعلي يا صوتك حماتي، عليا يا احمد؟ وبعدين حضرتك عارفه يا حماتي ان احنا عمرنا ما نمد ايدينا على حاجه مش بتاعتنا. وندى طول عمرها كويسه وبنت ناس، لا عمرنا شفناها عملت مشكله ولا علت صوتها ولا كلمه غلط طلعت من بقها ولا حاجه نقصت ولا مدت ايدها على حاجه. انا عارفه كل الكلام اللي انت بتقوله ده وواثقه منه كويس. انت تعرف لولا انت امي انا كان زماني دلوقتي طلعتك بفضيحه، بس هفضح نفسي بنفسي. هعمل ايه؟ احمد انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ ما هي دي الحقيقه يا امي، الحقيقه انك انت عايزه تخربي على ابنك وتسودي عيشته، بدل ما الواحده تتمنى ان ابنها يكون مبسوط وفرحان وتدور على الحاجه الحلوه وتعملها له وتعملها لمراته عشان تبسطهم، لا انت بتدوري على الحاجه اللي تخرب، الحاجه اللي تنكد، اللي تسود عيشتهم. ما انا لا انت ولا انا اهم حاجه بس جيت واجهتك عشان تراجعي نفسك وتعرفي انك غلطانه وانك كنت بتفكري غلط، وحبيت برضه اقول لك ان خلاص انا هقعد في شقه ايجار بره. اسمع يا امي، انا مش هستنى اما بيتي يخرب، انا ندى بحبها وعمري ما هتخلى عنها، وانت في نفس الوقت امي مش هخسرك، حاجه ابص عليك من وقت للتاني وانا ومراتي هنعيش بره يا امي. بس الهبل اللي بتقوله ده. اوعى، مش هتخرج من البيت. تعالى هنا. مش هخرج من البيت ليه يا امي؟ لا. اما لا استنى اما الاقي ده خلاص بتطلق وبتضيع مني وحياتي بتبوظ وبتخرب. مش هتطلق. انت لو ربنا كرمك بعيل وغلط، مش هتسامحه ولا هترميه في الشارع؟ ها؟ ولا هتسيبه يطوف؟ يا أم سامحه، بس انت من زمان بتعاملي ندى وحش وشد عليها. انا نفسي في مره كنت تحطها كده قدام عينيك او تعتبرها ان هي زي بنتك، هتقبلي عليها كده. من النهارده عاقبيني، اعملي اي حاجه بس ما تسيبونيش. ابوس ايدك يا بنتي، يا امي. احمد ما تسيبنيش، انت عارف ان روحي فيك، عارف ان روحي فيك ومش هقدر اعيش من غيرك يوم واحد. طب اهدى، انا جنبك مش هسيبك، بس انا نفسي تتغيري. هتغير، نفسي نبقى عايشين مبسوطين. مش هزعلك تاني يا امي. عشان خاطري يا احمد. ما تنسيش ان ابوها وامها متوفيين، المفروض انت تبقي مكان الاتنين وتعوضيها، تبقى حنينه عليها. حنان الام فين؟ حنان الام. يا احمد سامحيني يا بنتي، ابوس ايدك يا بنتي. انا مش هعملها تاني يا احمد. يعني هتتغيري يا امي؟ والله العظيم هتغير من اللحظه. هنعيش كويسين؟ يا ابني مش هتسمع لي صوت خالص، خليني اموت وانا جنبك يا ابني، ما تخلينيش امشي. بعد الشر عنك يا امي. هيا ندى، عشان خاطري يا ندى، لو غلطت مره تانية خديني بايدك وارميني بره. لا بس يا امي مش هقدر اعمل حاجه زي كده، بس انا ندى انت عارفه ان هي غلبانه وطيبه. بصي، واي حاجه بتحصل درجه شيطان. بصي بس يا امي حقك عليا، انا اسفه، حقك عليا، اللي غلط لازم يعتذر، حقك عليا، انا اسفه يا بنتي. خلاص انا ولا يهمك، حصل خير. خلاص يا امي، وهعتذر لاخوها. لا ولا لاخوها ولا حاجه يا امي، مش للدرجه دي، مهما كان انا اعتذرت لمروان، بس خلاص انا نفسي بقى نعيش مبسوطين وكويسين. بصي اخوك اي وقت عايز يجي والله العظيم ما هعمل له حاجه، يجي وهو اخو احمد الصغير. خلاص. طب خلاص كده يعني مرضيين؟ طب ادخلوا بقى انتوا الاثنين اقفوا مع بعض بقى في المطبخ واعملوا لي لقمه حلوه كلها بقى. حاضر، من عينيا الاثنين. حاضر، تعالي.